يعني ما بنبقاش مبسوطين في كل حالاتنا، وفعلا بتمر علينا لحظات بنبقى منتظرين الموت، بنبقى واقفين في الصف ومستنيين الوقت ده، وبنبقى مش حاطين في بالنا خالص ولا في اعتبارنا اننا نستمتع بلحظات يعني حياتنا اللي هي بتمر علينا، سواء كانت سعيده او كئيبه وايا يكن حالها ايه. وبنسال نفسنا دايما، هو ايه الفايده من الحياه طالما انك انت كده كده ميت؟ مش هتفرق بقى تعيشها ازاي بغض النظر طاعتك او معصيتك لربنا سبحانه وتعالى، لانك ده هتتجازى عليه في الاخره. انت حر التصرف في ده، لانك انت بس اللي هتتحاسب على طاعتك او معصيتك لربنا سبحانه وتعالى. لكن التفكير العام في باقي حياتنا، ايه الفرق بين انك انت تبقى عايش منعم او فرحان او تعيس طالما انك انت كده كده على كل حال ميت؟ فانت هتسيب الدنيا وهتغادر، ممكن تغادر وانت في اتعس لحظاتك، وممكن تغادر وانت ما لحقتش حتى تستمتع باجمل لحظات حياتك. واحيانا بتجيلنا افكار هدامه كتير جدا زي ده، زي الحاله دي. يعني انا شخصيا يعني بتجيلي على كل حال، بل يعني اقدر اقول لك انها ملازماني انا شخصيا بقالها فتره كبيره جدا جدا. وعلى الرغم من ده كله بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يقبض روحي وانا على طاعه الله. مش شرط بقى يعني اكون خدت نصيبي من الدنيا، ولا اكون يعني عشت مرفه، ولا عشت تعيس ولا حزين ولا الكلام ده كله. بنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا، وعلشان ما نبقاش كمان زي يعني اللي هو، وانتوا عارفين طبعا مين، عارفين القصتين اللي هو الشخص اللي قتل 99 نفس، وعارفين القصة التانية بتاعت برصيصة العابد. قصتين متناقضين مع بعض جدا جدا.